عسلامة ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع سمير ديلو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأضاف ديلو أن البحيري في مثل اليوم أمام قاضي التحقيق بخصوص تصريح له يوم 8 جانفي 2023 بتعليق بالتحركات المناهضة رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيرا إلى أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن تم تداول النقاش في الأصل الآن وضعية البحيري الصحية لم تكن تسمح بذلك. ويذكر أن تم مساء الاثنين إيقاف كل من نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والمحامي الناشط السياسي الأزهر العكرمي. وكما شفنا من نهار أمس لليوم أثارت الإيقافات جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي بعد إيقاف إيداعات كبيرة بطاقات للسجن ومازال